السلام عليكم، شراكم لاباس؟ الحمد لله. نتمنى انكم تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت ندير معكم العرايش اللي كنت قدمته النوع الثاني مع المقروط. نبداو ان شاء الله على بركه الله. اول حاجه نبداها، حبيت نشكركم بزاف على لي كومونتير الشابين اللي كنتو كتبتوهم لي، يعني كلام صح يحفز وكلام شباب. وعلى بالكم بلي ملي فتحت قناتي عندي عام ونص مازال ما تحصلتش على ديك الكميه من الكومونتير. ان شاء الله نتمنى انها تستمر واللي يكون عجبو المحتوى تاع قناه تاعي دير لي اشتراك. باسكو راني عام ونص مازال ما درت، راني غير 600، يعني راني روطار بزاف بزاف. بصح معليش، كل حاجة وفي وقتها شابة. نتمنى انكم تستمروا في الدعم تاعي ويعجبكم المحتوى تاعي. نبداو ان شاء الله. هنايا حبيت نمد له حقه في تقديم العرايش باش تعرفوا باللي وصفه بزاف ناجحه، ويعني لو كان تعتمدوا عليها تقعدوا تستعملوها غير هي، يعني حاجة طرية، وكل ما يزيد الوقت كل ما تقعد الحبة تاعك طرية بها بالحشو تاعها بالعجين. نبداو ان شاء الله على بركة الله. هنا نبداو بالكاوكاو، هو الاول. عندك 3 كيلات كاوكاو مرحيين مطحونين بيان، لازم يكونوا مرحيين مليح. عندك كيلة ناقصة شوية، يعني ناقصة صباع هكا سكر وخشين عادي. عندك قشور الليمون ومغرف قرفة وربع مغارف سمن ولا 3 مغارف السمن ولا مقارين. من الأحسن أنه سمن يكونوا ذايب وبارد. زودي شوية باش يجيك طري. من بعد حكي تحت يديك مليح مليح. من بعد زيدي المزهر. هنا قعدي زيدي المزهر، زيدي المزهر حتى تتحصلي على عجينة تكون تنعجن تحت يدك كيما المطلوع. لازم تدلكيها وتعجنيها مليح مليح باش السكر تاعك يذوب كيما راكي تشوفي معايا هكا. وشيني ديري تدريجيا، يعني ديري شوية شوية، ما تلوحيش بيد مرة. وقد ما تبان لك طريه قد ما زيديها، ما تقوليش بلي هكا صاي، حتى يولي الكاوكاو تاعك يطلق في البيوضيه وما تحبسيش. من بعد ديريها في ساشي وخليها تريح. روحوا للعجينه. عدي درت كيلو ونص مقارين بارده ولا ديري سمن. انا درت مقارين مع كيلة حليب مع نص كيلة مزهر، وخلطي مليح مليح. وشيني لازم المقارين تاعك تكون بارده، ذايبه وبارده باش ما تخلعيهاش مع المزهر. واذا كان الحليب تاعك بارد بزاف لا ديه كيما انا هنا لديته. ومن بعد تحكمي ديري كيلة ناقصه صباع هكا سكر كلاصي ومغرف فاني وخلطي وصفي كلش، لازم كلش يصفى باش ما تربينا حتى حبيبات. ومن بعد تلوحي الكميه تاع الفارينه تاعك. هنا هذه الكيلة دات لي كيلة وربع فارينه، يعني كيلو وربع فارينه. وقعدي زيدي غير بشويه وشنهي غير على راس صباطك. ما تلوحيش يدك عليها باش ما نحاولوش ندلكوها بزاف. حتى تحصلي على عجينه تكون طريه. خليها تريح. ديريها في ساشي وخليها تريح. شوفوا هنا الكاوكاو تاعي بعد ما خليته ريح ساعة انا حسيته مازال ناشف معايا. عاود درت له المزهر وعاود دلكته حتى طرى معايا. هنا تحكمي توزني الحبة تاعك 36 35 والكاوكاو 16 17 18 حتى تتحصلي على هذه الكمية. كما انا هنايا جاوني كيف كيف. شوفي هنا بعد ما زدت المزهر المرة الثانية للكاوكاو طرى معايا. نروحوا للشكل هنايا. الشكل تحلي نورمال الحبة تاعك، ما تحليهاش بزاف رقيقة غير هكا برك. ومن بعد تشكلي الكاوكاو تاعك وشري كي تشكليه عليه، يعني دوريه ومن بعد قعدي عليه للفوق ولزيه للاطراف. نورمال الصورة راهي واضحة باينة. وقعدي اضغطي ومامتو طلعي للفوق باش تجيك حبتك واقفة وتجيك عالية وشابة. يعني كسلي العجينة تاعك ورقيها ابديها من الوسط. 3 صباعتك هذوك دخليهم في الوسط وقعدي كسلي 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 وعلي باش كي ندوروها تجينا دايره سواس وتجينا متحوفه الحبه تجي شابه ومتحوفه. ومن بعد شكلي قيس 5 كيما هكا بلا ما تدوري وخليهم يريحوا. من بعد عاودي ولي للوله وشكلي باش تجيك سهله.
بصح هكا ولازم لها، لازم تريح بها الطيب باش تحكم روحها مليح، على الأقل ساعة شكلي كامل باش تبداي تطيبي، ماشي تطيبي وتشكلي باسكو طيابو هذا راه خفيف ماهوش كيما المقروط ولا البقلاوة ولا، يعني هذه الحبة تقعد ما تحمريهاش بزاف. وقعدي تشكلي حبة، شوفي الحبة نتاعنا كيفاه تجي واقفة وتجي عالية، حلاوة الحبة كي تجي كبيرة شوية وتجي عالية. انا ما قايل نحب الحلوى تاعي تكون حمراء، بصح كيما العرايش والتشارك اي عفسه تكون فيها ليدان كيما هكا ما تستهلكش بزاف الطياب. انا هنا كنت خدمتها من الليل وطيبتها غدوه الصباح، ومن بعد نشارك معاكم التشارك كيفاه سكرته كيفاه شكلته، باسكو الفيديو جاني شويه طويل، اي حبيت نقسم ندير زوج فيديوهات. هنا بعد ما طاب معايا ديري تكوني مسخنه الفور شاعله التحتاني، كي تشوفي باللي تحت الحبه تحت بدات تنشف صاي شعلي الفوقاني والتحتاني وخليها، كي تحسيها بلي صاي بدات تطلق في الحموريه تاعها طفي عليها نحيها. ومن بعد تحكمي هنا استهلكت 3 كيلو سكر كلاصي سواسوه، صفيهم مليح ومن بعد تصفي معها الكولاغ، درت لا كولاغ بيضاء درتها على الميزان عادي، ومن بعد تحكمي نص كاس حليب مع نص كاس زيت مع نص كاس مزهر وخلطي باش نعجنوا الكلاصاج تاعنا، وقعدي ضيفي بشويه بشويه. ما تلوحيش بيد مرة باش ما تغلبكش، واذا غلبتك ولا عاودي صفي لها شويه سكر كلاصي. ومن بعد ادلكيه معانا، من ادلكيه تحت يدك مليح، وهنا راكي تكوني عاصره حبه قارص ومصفيتها مليح. ومن بعد تقعدي كي تحسي بلي صايد دلكت معك العجينه، حبسي هذاك الخليط درناه ودوك نستعملوا القارص. هنا قعدي ديري القارص وديري وفانيك ومامتو دلكي تحت يدك حتى تتحصلي على خليط كي ترفديه يكون يتقطع معك، يعني ما تكونش طايحه كاع، ما تكونش الخليط طايح كاع وما يكونش حابس، ما يكونش ثقيل، يكون يتقطع. وحطي القارص الليمون عصير القارص قدامك واستعملي غير بشويه، ما تشحي القارص وتقعدي تنقصي، ما تطلقي يدك فيه، يعني شوي شوي حتى تتحصلي على الخليط هذا حتى يولي يتقطع تحت يدك. ومن بعد صاير غطيه بالساشي وخليه يريح، وشني ما تخليش يريح بزاف، خليه يريح ما با نص ساعه، باسكو انا خاطر خليته يريح لي 2 سوايع ومن بعد تعبني ثقال لي بزاف حتى وليت نخفف فيه بالخارص، ومن بعد كل 5 دقائق يثقال، من الاحسن انه نص ساعه تكفيك، قيس ما يخرج الفقاعات تاعو هذا مكان. من بعد عاودي خلطيه تحت يدك، واذا شفتيه جاك ثقيل ولا لوحي اعصيلو شويه قارص شويه يخفف معك. ومن بعد قعدي سكري هكا، انفضي مليح مليح باش ما نستهلكوش سكر بزاف، خليها تنفض مليح وتبعي منا ومنا اذا كان خصها، اذا كانت عريانه ولا غطيها بشويه سكر. هنا بعد ما سكرت 20 الواله نحيتهم، نشفوا معايا شويه، نحيتهم حطيتهم في جهه واحده اخرى وعاودت نسكر في الاخرين. درت انا هذاك تاع الفريجيدير كان داير خليته غير الحلوى، ودرت تحته كيس بلاستيك. وشني حاولي كيفاه ما تخلطيش الحبه تاعك بزاف باش ما تخليش شغل البصمه تاعك فيها، شغل ما تطاشيهاش. ومن بعد ما ينشف معنا قشريه كيما هكا، طقيه من تحت وطراسيه منا ومنا باش تجيك هذوك الدويرات باينين. من بعد تحكمي ديري له بغيون الابيض من الفوق. وشني خيري بانسو يكون بزاف حنين ويكون شعيرات تاعو حنان باش كي نديرو فوق الحبه ما يخسرها لناش. من بعد برقيه مليح مليح كيما هكا، شوفي الحبه شحال جاتنا شابه. انا درت البغيون ترونسبار الابيض عادي، شوفي الحبه كيفاه جايه شابه وما فيها حتى ديفو، يعني حاولت اني ما تمسيهاش بيديك من الفوق.
أنا استعملت هذا الورد يدير 10 ب30 ألف، بصح حاجة شابة. ومن بعد كان باقي لي الكلاصاج، درتو في ساشي في كيس بلاستيكي باش ما يبسش معايا، ولصقت به الوردات. وراهي تلصق بيان، ما تخافيش منها ولا. ومن بعد كي نزيدو نقلاصو الحبة بالكلاصاج، تزيد تعلى معانا، تزيد تولي عالية شوية وتولي شابة. أنا قدمتها بهذا الشكل، درت لها الكيسات هكا. الكيسات واش كي تبداي تحلي فيهم، قبل ما تحليهم كاع حليهم بكاس يكون القاع تاعو يكون عريض باش يجيك ملموم منا ومنا. ونقول لكم في أمان الله، تبقوا على خير، وكتبوا لي ما تنساوش تكتبوا لي كومونتير شباب.